السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في قناة بنات ماما أمل. النهاردة يا حبايبي جايلكم بفيديو جديد، غرزة المكرمية. الغرزة دي لها استخدامات عديدة، ممكن تعملي منها ايد الشنطة، او تعملي منها شنطة، او تعملي منها مفرش، او تعملي منها ستارة، تعملي منها علاقة ورد، حاجات كتيرة قوي، او مراية، حاجات كتيرة أوي، استخدامات ياما أوي. والغرزة الأساسية هي اللي في إيدينا دي اللي هنتعلمها النهاردة، هي أساس المكرمية. يلا بسم الله هنعملوها مع بعض. خيط المكرمية طبعا مش غريبة علينا، لأن احنا بنستخدموه في الشنط الكروشيه، بس لما تعملي منه المكرمية يبقى من الأفضل إنك تستخدمي الخيط المتوسط أو الخيط التخين، والتخين أفضل طبعا، بس حسب الحاجة اللي انت هتستخدميها هتعمليها. هنجيب حلقة زي ما انتوا شايفين كده، وهنقيس. طبعا لو انا هنعمل ايد شنطة، قيس ايد الشنطة مثلا لو هي متر، يبقى انا هنقيس 10 متر خيط. 10 متر دولت هقسمهم على نصين، يبقى 5 و5. نقسمهم نصين، هنقسمهم نصين كده 5 و5، وبعدين نيجي ندخل كده في الحلقة. طبعا لو انا هعمل مكرمية او هعمل ايد شنطة هي يعني، هخلي الطول اللي انا عايزاه اللي مطلوب مني، لو هو متر مثلا ازود اخليه 1.25 متر مثلا، عشان طبعا ايه بيبقى فيه فاقد في النص، ممكن اقص وانا بنركبها او كده، فنسيب يعني ايه حتة كده. بنقص طبعا بالولاعة عشان الخيط ما يفكش مني. وبنحط الجزء المطلوب مني اللي هو الطول بتاع الحبل اللي انا عايزاه في النص. الاول هنثبت الحلقة. طبعا انت لو مش بتشغلها زي تحت الكاميرا كده، فبتثبتيها في مسمار في الحيطة او علاقة كده في الحيطة عشان تملكي تشتغلي. لكن عشان انا هنصور يعني، فانا هنثبتها في المفرش اللي على الترابيزة كده بالدبوس او بالابرة. هوريكم بعد كده. خليت الطرفين الطوال على الحرف، بس نثبتها الاول وبعدين نظبطه. نجيب الابرة كده ونثبته كأني دخلتها في مسمار في الحيط. طبعا انت مش هتعمليها كده، انت هتعمليها في حاجة هتعلقيها او تشبكيها في حاجة، المهم تبقى مشدودة منك كده. هنجيب الطرفين الطوال اخليهم على اليمين وعلى الشمال، والطرفين القصيرين اللي هما المفروض طول الحبل اللي انا عايزاه هيبقوا هما اللي في النص اهو، طرف يمين وطرف شمال. والطرفين الصغيرين اللي هو طول الحبل اللي انا عايزاه هيبقوا هما اللي في النص. هنعمل كده، نجيب الطرف اليمين وهعمل منه نص دايرة كده، هظبطها بس اوريك اهو النص دايرة اهي. هنعمل حلقة يعني عشان ندخل منها الخيط. الخيط اللي في الناحية الشمال هطلعه من فوق الخيط كده، وبعدين اشيل الخيط اللي في النص كده ارفعه لفوق واعديه اطلعه من قلب الدايرة اللي انا عملتها، واسحب كده. كده انا بنعمل العقدة بتاعة المكرمية. هسحب الطرفين كده اهو واعقدها كده. عملت اول عقدة، ونتأكد ان انا شديتها كويس كده. هنيجي بقى الطرف الشمال، هنعمل برضو نص دايرة زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى فوق الخيط اللي في النص، والناحية اليمين هي اللي هتعدي من تحت، بتبقى معدية من فوق الخيط اللي الطرف الشمال، وبعدين بتعدي من اللي هي الخيط اللي في النص وتطلع من الدايرة ويتسحبوا كده، تعمل عقدة بالشكل ده، ونسحبهم هما الاتنين زي بعض. الشدة بتبقى من ناحيتين قد بعض.
هنيجي بقى على الناحية اليمين، هي اللي عليها الدور، هعمل قوس كده او نص دايرة، وبعدين اجيب الطرف الشمال اعديه من تحت الخيط اللي في النص كده كده، يعدي كده ويخش في الدايرة ويطلع منها بالشكل ده، ونسحب الطرفين الاتنين مع بعض كده. الدور على الناحية الشمال هي اللي هنعمل منها القوس اهو، او نص دايرة، وهكذا. انا عملت التانية وقطعتها يعني، بس انا هنكمل اهو. عملت من الناحية اليمين، نسحب الخيطين مع بعض الطرفين كده، نكمل. طبعا انت لو شغالة على الحيطة يعني او معلقة الحلقة دي في مسمار هيبقى افضل. بتمسكي الخيط في ايديكي كده او بترفعيه كده، وبتدخلي الخيط التاني بالشكل ده في قلب الدايرة او في الحلقة اللي انت بتعمليها، وبتسحبي الطرفين مع بعض اهو. لازم الطرفين يبقوا شدة واحدة مع بعض اهو كده. عملت العقد. نيجي من الناحية اليمين اهو. لو انت بقى ماسكة الخيط كده اهو، بتبقى حاطاه كده وصبعك على الخيط اهو زي ما انت شايفة كده، وبعدين تمرري ده من تحت منه كده، وبعدين ساعة السحبة او العقدة بتعقديهم الاتنين مع بعض. هي دي الغرزة الأساسية بتاعت او العقدة الأساسية بتاعت المكرمية. لكن ممكن نشكلها بطرق يعني بتديكي مناظر تانية حابة اوريها لكم، لكن هي ديت العقدة الأساسية. بعمل مرة يمين ومرة شمال عشان تديني خط مستقيم، يبقى الحبل بتاعي خط مستقيم. لو نسيتي وعملتي اتنين ورا بعض من ناحية واحدة هيديكي اللفة اللي انت بتشوفيها في الحبل بتاع المكرمية، اللي هي بتبقى عاملة زي الحلزوني. لو انت عايزة الشغل بتاعك يبقى مسطرة زي ما انت شايفة كده، يبقى هتعملي مرة يمين ومرة شمال. مرة هتستخدمي الخيط اليمين ومرة هتستخدمي الخيط الشمال، وتعملي كده تلفيه كده من تحتها كده اهو زي ما انت شايفة اهو، تعديه من تحتها وتدخليه في الدايرة، وبعدين تسحبيهم الاتنين تعقديهم مع بعض بالشكل ده اهو. ممكن تعملي بقى ايد الشنطة بتاعتك منها، بتبقى متينة وكويسة. ممكن تعملي علاقة بتاعت ورد، احنا بنقول عليها مكرمية اه. وبنفس الغرزة ممكن تعملي مفارش، ممكن تعملي منها شنط، هي نفس الغرز. ان الشرح بتاعي عجبكم وفهمتوا منه حاجة، يا ريت اللي بيتفرج علينا يحط لي لايك كده ويكتب لي كلمة اننا نكمل، وهوريكم ازاي تعملوا شنط وازاي تستخدموها في حاجات كتير. اهي الغرزة اهي من قريب، او العقدة يعني من قريب اهي. هنعملها معاكم تاني بلون مختلف. جبت خيط اخضر وخيط احمر عشان تعرفوهم برضو من بعض، عشان نأكد عليكم الشرح برضو. هنقيس كده الخيط يبقى اللي في النص ربع اللي هما الطرفين، هندخلها طبعا كده في قلب الدايرة. المرة دي هنعمل ايه، هنجيب الطرفين الرفيع اللي هما الصغيرين هجيبهم في النص، والطرفين الطوال هخليهم على الحرف الناحية اليمين والناحية الشمال. هنجيب الطرفين اللي هما في
في النص، هندخلهم في الدايرة او في الحلقة اللي في ايدي عشان نعقدهم على الحلقة الحديد اهو. هندخلهم كده اهو منها، او ممكن ادخل الخيط كله الاربع اطراف اهو، ونسحب كده كده. ثبتها، عملت اول عقدة. ممكن تدخلي الاربع اطراف في قلب الحلقة اللي انت كنت عاملاها كده. جبت الطرفين القصيرين في النص، والطوال خليت واحد يمين وواحد شمال، وهبدأ اشتغل برضو بنفس الطريقة اهو. ماسكة الخيط ازاي في ايدي، والتاني هعديه من تحت كده وادخله اطلعه يعني من قلب الحلقة واشد اعقدها. وبعدين اجيب الطرف الشمال واطلع كده واسحب الطرفين مع بعض واعقدها بالشكل ده اهو. مرة يمين ومرة شمال، وابقى ماسكة الخيط زي ما انتوا شايفين كده. انت لو هتشتغلي تسحبي طبعا الاتنين مع بعض كده تعقديهم. لو بتبقي معلقة الخيط كده في المسمار بتبقي مالكة عني انا كده، وهي غرزة سهلة وبسيطة وما بتحتاجش اي حاجة، يعني مش متعبة زي الكروشيه ولا التريكو اللي انت بتستخدمي فيها عينيكي جامد، ولا رزغ ايديكي هيوجعك ولا حاجة. هي عقدة بسيطة خالص. المهم تكوني مثبتة الخيط في مكان ما يتحركش منك عشان تعرفي تشتغلي. وزي ما قلتلك لو هتعملي مكرمية يبقى تستخدمي الخيط المتوسط او الخيط التخين، ده من الافضل عشان تظهر الغرزة طبعا، لان ما ينفعش معاها الخيط الرفيع. يعني اللي معايا ده يعتبر خيط متوسط ورفيع كمان شوية عن المتوسط. ده خيط كنت بشتغل بيه كروشيه يعني. مرة يمين ومرة شمال وتكرري بالشكل ده اهي زي ما انتوا شايفين كده. اللي وصل معايا لحد هنا بقى يعمل لايك كده ويشير الفيديو ويكتب كلمة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.